ايجابياته وسلبياته. لا هو ليه شيء يعني في موضوع الاستثمار هو ليه ايجابيات الحقيقه، لكن قانون الرياضه اراد ان هو ينقل سيطره الوزاره على الرياضه ليد الجمعيه العموميه، هي اللي تتصرف في انديتها وهي اللي تتصرف في اتحاداتها، لكن ما زالت اللائحه الماليه تحت تصرف الحكومه. هل ده بيعتبر تدخل قانوني؟ تدخل قانوني جدا، والمواثيق والمعايير الدوليه بتقول اي حاجه تخص المال دي مسؤوليه الحكومه. الحكومه هي اللي بتدفع الفلوس، ده مال عام بالقانون، اي نادي معاه فلوس ده مال عام. فاذا كل الانديه اللي ليها المال العام بتاعها نقدر نتدخل فيها، ونقدر لو حصل اي نوع من التجاوز نخش ويصل الامر الى حل مجلس الاداره. بس عن طريق لو في مخالفات وعن طريق احكام القضاء. الناس بتقول لك هو يعني ايه مفيش احكام قضاء؟ لا، في احكام قضاء، وفي نقدر نعمل اي حكم قضائي، بس حكم قضائي يخص الامور الماليه، انما مش حكم قضائي يخص مباراه كره قدم واعاده مباراه كره قدم. فاحنا ما زال لنا السيطره الكامله على جميع قرارات مجالس الادارات وكل الامور الماليه، لان احنا اللي بنشرف على الناحيه الماليه. طب هتقولي لي ما انت لسه بتقول دلوقتي ان واحد عنده المال الخاص بتاعه هيعمل بيه كذا، انت هتتدخل فيه ازاي؟ لا، ده مش احنا اللي هنتدخل فيه، ده هيخضع لقانون الاستثمار. قانون الاستثمار اي شركه عليها مراقب حسابات، بتقدم ميزانيات، الدوله بتاخد الضرائب بتاعتها المظبوطه، ما يقدرش يعمل كده علشان يقدر يعمل الجمعيه العموميه بتاعت الشركه بتاعته، وكل الضرائب تدفع والامور كلها تمشي بالشكل السليم، يكسب فلوس لكن يؤدي دور الدوله برضه فيه.